في عالم الجريمة في قضايا بتتهز ليها أمريكا كلها، قضايا بتعدي السنين والضحايا بتتنسي. لكن في جريمة واحدة من شدة بشاعتها ومن غرابة تفاصيلها فضلت محفورة في التاريخ، جريمة سمت بعدها بأكتر اسم رعب في عالم القتل الحقيقي. قضية الدالية السوداء، The Black Dahlia. قضية من سنة 1947، جثة مقطوعة نصين، مغسولة، معروضة كأنها عمل فني شرير، والقاتل اختفى، والشرطة لعب بيهم، والمجتمعين كتير جدا. وحتى دلوقتي لسه محدش عارف مين قتل إليزابيث شور. في الفيديو ده هنغوص في أعمق تفاصيل القضية، من أول حياتها لحد لحظة العثور على الجثة والتحقيقات والمشتبهين والأسرار اللي اتكشفت بعد عشرات السنين. هنحكي كل حاجة من غير اختصار. استعدوا لأن اللي جاي مرعب فعلا. قبل كل حاجة، مين إليزابيث شور؟ اتولدت إليزابيث شور يوم 29 يوليو 1924 في ولاية ماساتشوستس الأمريكية. كانت بنت هادية جميلة وعندها أحلام كبيرة، لكن حياتها ما كانتش سهلة. أبوها كان بيشتغل في بناء الكباري، وفي يوم لقى عربيته واقفة جنب النهر، والناس افتكروه إنه انتحر. اختفى تماماً لسنين طويلة، والأسرة انهارت. الأم اضطرت تشتغل كتير علشان تعايش بناتها. كبرت إليزابيث وهي مدمنة أفلام، بتحب جلامر هوليوود وتحلم كل ليلة إنها تبقى ممثلة مشهورة. لكن في الحقيقة حياتها كانت فوضى، مش مستقرة، مش ثابتة، ومليانة علاقات واتصالات غريبة. في عمر 19 سنة بدأت ترتبط بمجند في البحرية اسمه جوزيف جوردن فيك. كان حب حياتها، لكن للأسف اتقتل في حادث طائرة في الحرب العالمية الثانية. من بعدها حياتها دخلت مرحلة اضطراب شديد. بدأت تتنقل بين الولايات، تدور على شغل، تدور على حياة أفضل. كانت تشتغل نادلة، تسكن أسبوع هنا وأسبوع هناك، تبات عند صاحبتها، وحصلت لها مشاكل كتير في السكن بسبب إنها مش بتدفع الإيجار في ميعاده. سنة 1946 قررت إنها تسيب كل حاجة وتسافر لوس أنجلس، المكان اللي كله أمل وكله وعود، بس كمان كله وحوش بشرية. في هوليوود قعدت في فنادق رخيصة، بقت تظهر في الحانات كتير، تتعرف على رجال كبار في السن، وكان عندها سمعة إنها بتحب تتعامل مع رجال علشان يساعدوها، وده خلاها هدف سهل لأي مجرم. آخر أسبوع في حياتها هو أكتر جزء غامض. كانت إقامة إليزابيث في فندق بيلتر، لكنها اتطردت بسبب عدم دفع الحساب. بعدها شوفت مع شاب اسمه روبرت مانلي، ده آخر شخص شافها قبل ما تختفي. يوم 8 يناير 1947 روبرت وداها لفندق اسمه سيسل هوتيل، وهي كانت بتتصرف بشكل هادي، لكن كانت مرهقة جدا. في اليوم اللي بعده اختفت لمدة أسبوع كامل، مفيش أي أثر ليها. مفيش حد عارف راحت فين، مع مين، ليه اختفت. والشرطة بعد كده قالت إن الأسبوع ده هو مفتاح الجريمة، لكن للأسف ولا دليل واحد ظهر منه. يوم 15 يناير 1947 الساعة 10 الصبح، في جنوب لوس أنجلس، شارع فاضي ومهجور، أرض كبيرة مليانة أعشاب قصيرة. واحدة اسمها بيتي بيرسينجر كانت ماشية مع بنتها الصغيرة. من بعيد شافت شيء أبيض جدا، افتكرته عروسا ماني كان مقطوعة نصين، لكن لما قربت صرخت صرخة سمعتها كل المنطقة، لأن اللي كانت شايفاه كان واحد، جثة بنت مقطوعة نصين، بالضبط من عند الوسط. الجزء العلوي محطوط بعيد شوية عن الجزء السفلي، وبطريقة مقصودة، كأن القاتل عايز يعرض الجثة. الجثة متغسلة بالكامل من الدم، كأنها خارجة من غرفة عمليات. في علامات تعذيب شديدة وكدمات في كل مكان. الوش فيه جروح من الفم لحد الأذنين، عمل له شكل ابتسامة الشيطان. مفيش دم على الأرض، ده معناه إن القتل حصل في مكان تاني والجثة اتنقلت. المنطقة كلها اتجمعت، والشرطة وصلت، وهي اللحظة اللي قضية الدالية السوداء بدأت فيها رسمياً. وبعد كده طلع تقرير الطب الشرعي.
التقرير كان صادم. 1. سبب الوفاة النزيف والصدمة. الجثة متقطعة بمنتهى الدقة. 2. مفيش كسر في العظم. 3. القطع تم بواسطة مشرط جراحي. 4. في آثار ربط على المعصمين. 5. في علامات ضرب وتعذيب. 6. الجثة اتحركت بعد الموت. 7. الجثة اتنضفت بمواد كيميائية. والدكتور اللي شاف الحالة قال اللي عمل ده مش مجرد قاتل، ده شخص عنده خبرة تشريحية عالية جدا. وبعد كده بدأت التقارير. دي واحدة من أكبر التحقيقات في تاريخ لوس أنجلس. أكتر من 60 مشتبه، رجال كان يعرفوهم، مجرمين، أطباء، جنود، حتى ناس من عيلتها. والصحافة ساهمت في تشويه القضية لأنها كانت بتسرب تفاصيل مزيفة وبتضخم الموضوع وبتكذب على الشرطة. بعد أسبوع من الجريمة، الشرطة استلمت ظرف من مجهول مكتوب بحروف مقصوصة من الجرايد. ها هي معتقلات إليزابيث شور. جوه الظرف بطاقتها، صور، دفتر العناوين، أشياء شخصية، وكلها متغسلة بمادة كيميائية لإزالة البصمات. المحققين فهموا إن القاتل بيتحدى الشرطة. من بين ده عشرات المشتبهين، واحد بس كان أخطرهم، الدكتور جورج هوديل. دكتور جراح، غني، عايش في بيت ضخم، عنده تاريخ من العنف والاعتداء، مهووس بالنساء. علاقته بعيلته غريبة ومرعبة. الشرطة تنصتت على تليفونه شهور طويلة، وسجلوا له جملة قال فيها ما يقدروش يثبتوا إني قتلت الدالية السوداء. تصريح مرعب. بعد سنين، ابنه ستيف هوديل وهو ضابط شرطة قال إنه متأكد إن أبوه هو القاتل، ولقى صور لبنت شبه إليزابيث وسط ممتلكاته. لكن ولا دليل مادي واحد أثبت ده. في ناس قالت إنها ماتت في بيت دعارة، اتقتلت في حفلة، اتخطفت من عصابة، اتقتلت بسبب علاقة، اتقتلت في تدريبات طبية سرية. لكن مفيش أي دليل قوي لأي نظرية منهم. بعد عشرات السنين ومئات التحقيقات وآلاف المقالات والأفلام، قضية الدالية السوداء لسه بدون حل رسمي. القاتل هرب، والدليل اختفى، والمجتمع اتصدم، والشرطة استسلمت، والجريمة فضلت لحد النهاردة واحدة من أبشع الجريمات في التاريخ، وأغرب أساليب القتل، وأعمق الألغاز، وأكتر القصص اللي الناس بترجع لها تاني علشان تدور على حقيقة مش موجودة. قضية الدالية السوداء مش بس جريمة، هي مراية للجانب المظلم من لوس أنجلس، مدينة الأحلام اللي ممكن تتحول لكابوس. وإليزابيث شور بقت رمز للغموض وللظلام وللأسئلة اللي محدش عارف يجاوب عليها. هل اتقتلت على يد دكتور مختل؟ ولا واحد سادي بيتسلى؟ ولا عصابة؟ ولا شخص كانت تعرفه؟ ولا شخص ما شفناهوش قبل كده؟ محدش عارف، ويمكن محدش هيعرف. وبس كده. ولو وصلتوا لحد هنا، أحب أشكركم إنكم كملتوا الفيديو للآخر. ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل الحكايات والجرايم الغامضة اللي فيه منها لسه ما اتحلتش لحد دلوقتي. وبس كده، ما تنسوش تدعوا لإخواتنا في غزة والسودان. دمتم في أمان الله.